إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة قيشة تيفي. فاليوم غادي نشوفوا واحد الإشكال آخر ديال الغش في البناء مشاريع الفردوس بالسخيرات. غادي نجيو اليوم الفردوس واحد، العمارة 5 كما كتشوفوا، مجموعة اف وغادي نجيو للشقة 3. هلا بدينا من هنا ان شاء الله، غادي نبداو من هاد الشق هذا. اذا كما كتشوفوا هاد الشق هذا اللي غادي نشوفوا الاثار ديالو، وكما كنشوفوا هاد السطيح هذا فهو تابع الناس ديال الشركه من بعد ما السيده صاحبه الشقه يعني كتريكلامي الناس ديال الشركه، فاذا بهم كيجيو كيديروا هاد الترقاع هذا، ما عرفتوا لا ندوي ولا قرص، وكيمشيو. كما كتشوفوا ف هاد الشق هذا ممتد على طول الحيط ديال الشقه ديالها. والمشكله الكبيره زعما اللي واقعه وشناهي هو ان هذا الشق هذا ما كاينش غير على البره ديال الحيط، وانما كاين حتى للداخل ديال الحيط ديال الشقه. وغادي نشوفوا، غادي تجيو معنا باش نشوفوا ان شاء الله. كما قلت الشقه رقم 3. اذا التتمه ديال الفيديو كما كتشوفوا التتمه ديال الفيديو، فغادي نشوفوا كذلك الشق بادي من الداخل، يعني هذا الشق هذا ضارب من الداخل ومن برا في نفس الوقت. يعني هنا كنقولوا واحد الشق اللي ماشي عادي، ماشي ديال القرص وماشي ديال زعما ماشي ديال المرطوب ولا القرص زعما اللي تشقق، وانما الشقه باديه هنايا ولكن خارجه حتى على برا. كما شفتوا على برا الخارج ديال نفس الشق اللي هو هذا. اذا غنشوفوا مجموعه ديال الامور واحده اخرى، مجموعه ديال الشكايات كيديروهم اصحاب الشقق، ولكن السياسه ديال الترقيع دائما هي اللي كتكون حاضره. شوفوا مجموعه ديال الامور واحده اخرى، ودائما ننبه باش ما توقعش الكارثه. هنا كاين الحمام من هاد الجهه، كما كتشوفوا ان داكشي محطوط، يعني هاد البلينته هادي ما شاده حتى شي حاجه، كلشي كيتحرك. غنمشيو عاوتاني للكوزينه نشوفوا مجموعه ديال الامور. الا قدرتوا تقربوا معنا غتسمعوا حتى الصوت ديال الجليجه، يعني الصوت ديال الجليجه على انه يعني كلشي كيتحرك هنايا. واش كاين شي تسرب مائي، واش كاين شي حاجه ما عرفناش، ولكن هاد الاشكال هذا ماشي معقول. كما كتسمعوا من الصوت يعني كلشي خاوي تحت الجليجه. هنا نفس العمليه، وكباقي الشقق اللي كنا دخلنا لهم، ان الزليج كيهبط. يعني هنا نقولوا مثلا دخل واحد تقريبا واحد 5 سنتيم باش هبط هذا الزليج هذا ديال الكوزينه. كذلك دائما مجموعه ديال الشقق، هذا الشق هذا حتى هو راه خارج في الغرفه الاخرى من الجهه الاخرى. يعني ما كنهضروش هنا على الشق ديال مثلا ديال المرطوب ولا ديال القرص، وانما كتلقى الشق كاين في هذه الجهه وكاين حتى في الجهه الاخرى المقابله ليه. فهنا نتمنوا من الله السلامه. يعني الا كان ربما الصوت كيوصلكم على اساس ان هذا الجليج ملي بدا كيهبط فما كاينش تحت منه شي حاجه، ربما كاين الخوا ولا ربما الارض هوات كباقي الشقق
الاخرى اللي كنا صورنا فيهم. هنا كما كتشوفوا ان هاد الزليج هذا هبط بواحد 5 سنتيم. اذا دائما في اطار المواكبه ديال هذه المشاكل اللي مرتبطه بالشقق السكنيه اللي كتدخل في اعاده ايواء قاطني دور الصفيح، فدائما كنحاولوا نوصلوا الرساله ديال الساكنه اللي متضرره من هاد الاشغال. ما شفنا عاوتاني هاد الشق هذا راه مدوبل، يعني خارج على برا، يعني من داخل الحيط وكذلك من خارج الحيط. إلا شفنا هنا السقف نحاولوا، فكذلك الشق بادي من هنا، إلا شفتوا في الكوان وغادي حتى لهنا. يعني هذا الشق هذا بين الضاله وبين الحيط، يعني ملي كيكون بين الضاله وبين الحيط يعني ان الحيط مثلا هو ولا الارضيه ربما هوات واحد شويه باش خلاته انه يهبط. مجموعه من الشقوق المزدوجه، ملي كنهضروا على المزدوجه فهي ملي كتلقى الشق في شي حيط كتمشي للغرفه الاخرى، يعني كتلقى التتمه ديالو ونفس الطراساج. يعني هنا كنتمنوا من الله ان الناس المسؤولين على هذا الشيء يتحركوا شويه، يحاولوا انهم يلقاو حلول سريعه لهذا الشيء. فغنحاول نذكر بهذه العماره. فهذه العماره كاينه في الفردوس واحد في جماعه الصخيرات، الفردوس واحد الشطر الاول، مجموعه اف، الشقه رقم 3، العماره 5. كنتمنوا ان الناس اللي مسؤولين على هذا الشيء انهم يتفاعلوا ايجابا مع هاد المطالب ديال الساكنه. فيوم على يوم كيتواصلوا معنا الناس، مجموعه ديال الساكنه كتبغي تصور. ما كنبغيوش نديروا الفيديوهات بزاف على اساس اننا نحاولوا نفكوا هذا المشكل في اقرب وقت ممكن، لكن لا حياه لمن تنادي. نتمنوا ان المسؤولين، لا الناس ديال الجماعه، لا الناس ديال الشركه ديال اللي خدمات هذه الاشغال، لا السلطات المحليه، فالجميع خصو يدخل على الخط باش نحاولوا نفكوا هذه المشاكل هذه اللي تؤرق الساكنه. فما يمكنش شي واحد غادي يضرب تمره ويتعذب على قبل وليداته في الاخر انه غيجيب وليداته ويسكن في هاد الكوارث. فهذا الحيط هذا شنو كنتسناو؟ واش كنتسناو انه يطيح على شي واحد مثلا ونوليو في واحد الكارثه انسانيه، عاد نبداو نتباكاو ونقولوا يا ريت كون كنا سباقين اننا نحيدوا هذه المشاكل؟ وكذلك الطريقه ولا المعايير اللي كياخذوها فاش كيبغيو يقضيو على هذا الشق فهي طريقه زعما ما غير معقوله. كنلقاو ان الشق داخل من الداخل ومن برا، ولكن كيجيو الناس ديال الشركه كما كتشوفوا لا ندوي هذا ولا قفص، مليون في المية ان هذا لا ندوي هذا قفص، يعني كيحاولوا غير يغطيو وكيمشيو. الا كان هذا الشيء ما كيضرش الناس اللي مسؤوله ف زعما راه غيكون مشكل كبير. كنتمنى من السلطات كذلك الناس ديال الجماعه، بحكم انهم هما اللي عطاو تسليم السكنه، بحكم ان الناس ديال الجماعه هما اللي عطاو تسليم السكنه، يعني يوافقوا على ان المعايير والجوده اللي كاينه على مستوى هذه المشاريع السكنيه فهي مطابقه لما هو في دفتر التحملات. كذلك ان دفتر التحملات اللي كنهضروا عليه ففيه مجموعه ديال الخروقات اللي غنطرقوا لها من بعد ان شاء الله، ماشي وقتها ولكن غنطرقوا لها في القريب العاجل ان شاء الله. كنتمنوا من السلطات جميع الاطراف اللي كتدخل في هذا الاطار ديال اعاده ايواء قاطني دور الصفيح انها تاخذ هذا المشكل هذا بحزم وتحاول تعتق الا كانت شي حاجه ممكن اننا نعتقوها. الاشكال اللي عندنا هو الطريقه ديال الشركه والتعامل مع المشاكل. فما بغيناش السياسه ديال الترقيع، ما بغيناش غير الناس يجيو يخبيو العيب ويمشيو، وانما بغينا
اصلاح جذري، بحكم ان الشركه بمكتب الدراسه ديالها بالمهندس بالمراقبين اللي كانوا عندها هما اللي داروا المشكل، اذا فخصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم كامله. كان معكم هشام الصياح عبر قناتكم قشة تيفي، نتمنى الله الخير والله يدير شي تاول ديال الخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.